بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. القرفة واحدة من أشهر النباتات اللي دخلت في الطب الشعبي من آلاف السنين، معروفة، لكن استخدامها الواسع دلوقتي خلى ناس كتير تتعامل معاها على إنها آمنة تماما طول الوقت، وياخدها أي حد وفي أي وقت وبأي طريقة لمجرد إنها حاجة طبيعية. وده مش دايما صح. طبعا احنا بننصح بالأعشاب الطبيعية والأمور دي، ولكن أكيد في محاذير لبعض الناس. العلم الحديث كشف إن القرفة مش نوع واحد، وإن تركيبها الكيميائي بيختلف ما بين كل نوع والتاني، وبالتالي تأثيرها على الجسم بيختلف من شخص للتاني ومن حالة للتانية. والحقيقة إن القرفة بالذات من أكتر الحاجات اللي بيتقال عنها كلام كتير جدا، زي مثلا عايزة لو مثلا السيدة الحامل عايزة يكون في طلق سريع علشان تولد أو متأخرة، اشربي قرفة. وبعدين على العكس يقولوا لها لا، الحامل ما تشربش قرفة لأن ده ممكن يعمل إجهاض للجنين. طب ازاي؟ احنا كنا من شوية بنقول تمام، وبعد كده قلنا لا، ده ممكن يعمل إجهاض. ثم بعد كده ممكن من ضمن الحاجات اللي بتتقال إن هي مفيدة جدا جدا في فترة الحيض والنفاس، بتقلل من الآلام ومن المغص ومن الأمور دي كلها، وممكن تقلل من يعني مثلا من طول فترة النفاس، وحاجات كتير جدا جدا بنسمعها عن القرفة. اشربيها مغلية أفضل، لا تشربيها منقوعة أفضل، وهي أحسن للستات. يمكن ما سمعناش حاجة من فوائدها للرجال. طيب، كل التفاصيل دي، كل الشائعات دي احنا هنتكلم فيها النهاردة خلال حلقتنا عن القرفة من منظور فعلا علمي مبني على دراسات وأبحاث. هنعرف هي ايه بالظبط، وايه أنواعها، والفرق ما بينهم، وازاي فعلا بتأثر على الصحة، وطريقتها الصحيحة الآمنة اللي ناخدها بيها نشربها بيها، ومين يتقاله ما تشربهاش ومين يتقاله لا آمنة وتشربها. هنعرف التفاصيل دي كلها مع ضيفتنا اللي مشرفانا الدكتورة سماح الحصري، متخصصة في التغذية العلاجية والطب النبوي. السلام عليكم، أهلا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا دكتورة سماح. الحقيقة حلقتنا اليوم هي مهمة جدا، وكتير من النساء وكتير من البنات سألوا واتكلموا عن القرفة بالذات. فخلينا نتكلم الأول عن إيه هي القرفة بالظبط، إيه طبيعتها وأنواعها والفرق ما بين كل نوع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هي القرفة لحاء الشجر، تمام؟ هي ليها كذا نوع. في منها النوع ده مش هنركنه على جنب، اسمه الدار صيني. هو بس العطارين أو بعض العشابين بيقولوا عليه قرفة. هو مش قرفة، هو دار صيني. يعني ده لما يجيلك استخدميه للشرب على جنب لكن كده. ده لا يعد قرفة. طيب ممكن لا، ده بصي زي لحاء الشجرة بالظبط، زي غطاء الشجرة. بس دي مش دي حاجة رفيعة خالص يعني. لحاء الشجرة اهو، سهل الكسر. بس دوت بنسميه ينفع الشربات، ينفع الكبسة، ينفع الأكل يعني. طب ممكن ترفعيها تاني بعد إذنك؟ تمام اهي. أيوة تمام. تمام. هنيجي نوعين بقى اللي هما المهمين جدا جدا. اللي هو دي القرفة الصيني. بص لونها غامق، ما فيهاش لفة دوران من جوه، ما فيهاش ملفوفة، يا دوبك هي فارغة من جوه. فارغة من جوه، ولونها أغمق من التانية. ودي لما بتغلي يبقى فيها نسبة مرارة وريحتها مش قوية قوي. ده الصيني. دي في مادة الكرومين عالية جدا جدا فيه. المادة دي لو زادت للأسف بتعمل مشكلة في الكبد، ممكن تعمل تسمم. مادة القرفة دي. هنيجي القرفة اللي هي الأستاذة، اللي هي غالية جدا، اللي هي اسمها القرفة السيلاني. دي بنشأها سريلانكا وبتزرع في الفلبين. دي هتحس ان هي فيها ورقات من جوه، باينه فراغات من جوه، هي ملفوفه. غير الصيني لفه واحده بس فقط، فارغه من داخل. لكن دي من جوه مبرومه. بقى. طيب استاذنك تحطي الاثنين كده جنب بعض. احنا بنحط هنا دي الصيني اللي احنا بنحاول نقلل من استخدامها. دي لفه واحده كده، تمام. دي السلاني اللي قلنا عليها، اللي هي من سريلانكا. دي ملفوفه كام لفه، مبرومه من الداخل، اكنك برمه سجاده. مبرومه من الداخل، خفيفه جدا،
هي بتتكسر سهله. يعني دي الاصلي؟ دي الاصلي، دي اللي نستخدمها، دي اللي فيها ماده الكركمين قليله جدا جدا فيها، وريحتها قويه وما فيهاش نسبه مراره. دي ما تغلي ما فيهاش مراره، دي فيها نسبه، الصيني فيها نسبه مراره وطعمها خشن شويه، جامد شويه. يعني الصيني دي للشوربه بس، شوربه الشرب ممكن الكبسه شوربه كبسه والحاجات دي كلها، لا وشربتيها ما كتريش منها قوي لان لها اضرار. لكن السيلاني دي ما شاء الله ممتازه جدا، طعمها حلو جدا، فيها حلاوه، كمان ما فيهاش نسبه مراره، زي ما احنا قلنا سهله الكسر اهي. احنا كسرناها بايدينا سهله ممكن نكسرها، لكن الصيني صعبه جدا. بصي بس الصيني انا مش عارفه اكسرها، يعني جامده تمام اهي، مش قادره اكسرها. تمام، احنا كده عملنا الفرق. يبقى الفرق ان احنا هنا في دي ودي، اول ما نروح نبقى دي غاليه وتلاقيها ما شاء الله في شكلها هي، ودي شكلها معروف، في منها صغير ومنها كبير، في منها اضخم حسب لكن اللي تحت دي ما دي نطلعها بره الحسبه خالص، طلعها بره الحسبه خالص خالص. حتى عشان كده بنقول نجيب القرفه زي ما هي عيدان، عشان دي بتطحن عند العطارين وبيبيعوها كقرفه. ممكن تطحني دي وتطحني دي، بس سهله الطحنه تبقى اسهل ليهم، فبيطحنوها يعملوها بقى كقرفه. فانت ما تيجي تجيبي دي وتطحنيها في البيت افضل، او جيبيها وتطحنيها قدامك عند الطحانه عند العطارين. نعم. يبقى انت كده عرفتي حضرتك القرفه دي والقرفه دي معروفه جدا، حتى اللون باين، دي غامقه، دي بني غامق، دي بني فاتح. ممتاز جدا. تمام. طيب خلينا نتكلم بقى عن اهم الفوائد الصحيه للقرفه، وهل الفوائد دي بتختلف من نوع للتاني؟ يعني احنا معانا دلوقتي نوعين، خلينا نتكلم عن فوائدهم، وهل فوائدهم واحده ولا بتختلف من نوع للتاني؟ تمام. بالنسبه للقرفه احنا هنتكلم دلوقتي على السيلاني، مش هنتكلم على الصيني. الصيني هنبعدها، الصيني هنبقى قدر الامكان لو ما فيش عليها هنشربها بس بقدر قليل جدا جدا، لان فيها نسبه الكركمين قلنا عاليه، فنحاول نستخدمها قليل جدا. اما نتكلم دلوقتي على كل الفوائد هنتكلمها عن السيلاني. السيلاني نسبه الكركمين فيها قليله جدا جدا، مضاده للاكسده عاليه جدا جدا، اكتر من الثوم والزعتر. فمعنى مضاده للاكسده ان هي بتقتل او بتمنع الجذور الحره. فبتمنع الجذور الحره، بتمنع تليف الخلايا، ما بتمنع تليف الخلايا بتمنع تكون الخلايا السرطانيه، وبتقضي على جميع السرطانات. ما بتخليش تكون اي سرطان من اي انواع السرطان. عافانا الله واياكم. اللهم امين. بما انها فيها مضاده للاكسده، بتبقى مضاده للشيخوخه، يعني تقلل الشيخوخه. دي اللي هي السيلاني زي ما احنا قلنا. مضاده للالتهابات، اي التهابات في الجسم هي مضاده ليه، وخاصه بعد الدراسات اثبتت ان هي مضاده للالتهابات الشعب الهوائيه، وكمان السعال المزمن، وكمان بتجزع البلغم. تمام. حلو. مضاده للفطريات، بتدعم جهاز المناعه، فمضاده للفطريات ومضاده للبكتيريا والفيروسات، مضاده عاليه جدا جدا جدا. بالنسبه اللي قلنا السيلاني. طيب ايه تاني؟ كمان سبحان الله بتحسن عمليه الهضم، بتحسن عمليه الدماغ، المخ، الذاكره بتحسنها. بتخلي ريحه الفم عطره. ايوه. بالذات بالاخص دي ريحه الفم عطره جدا. لما يكون في نسبه تسوس او بدات تسوس او في التهابات، لا اما نعمل غرغره من القرفه، لا اما نشربها. بيساعد على القضاء عن اي شيء مشكله في الاسنان. ممتاز جدا. احنا قلنا بقى بعد النصائح القليله اللي هي ما شاء الله في نصائح كتير جدا جدا. طيب احنا شفنا مع حضرتك النصايح، طيب نشربها ازاي او طريقه الاستخدام؟ هل بتتغلي؟ هل مثلا بنحط معاها قرفه بودر مطحونه، ولا طريقه استخدامها ايه؟ هو احنا لو خدنا السيلاني وكسرناها، اهم حاجه نكسرها عشان تنزل الفايده اللي بتاعتها، ونحط في كاسه ميه سخنه ونحطها ونسيبها 10 دقائق، او نغليها غلوه خفيفه جدا ونشربها لوحدها. ممتازه ممتازه وطعمها حلو وما فيهاش مراره. او بندخلها مع الكركم والجنزبيل لو عايزين، بس هي لوحدها ممتازه جدا جدا وطعمها حلو، باخص السيلاني. طيب. وبنرشها طبعا على الحلويات والحاجات دي كلها، بتبقى برضو حلوه وطعمها حلو برضو، بتكون بنفس الوظيفه، بس مش زي اللي ما كنت شبهها لوحدها. طب المطحونه كفاءتها افضل ولا الخشب؟ لو طحناها في البيت فكفاءه ما شاء الله حلوه جدا جدا. لو جابها من بره يبقى الله وكيلك بقى، مش عارفه. طب احنا ينفع نضيف حاجه على المطحونه؟ يعني مثلا انا بشوف حضرتك بتقولي مثلا احنا في اعشاب ممكن تضاف على بعضها ما فيهاش مشاكل وكفاءتهم بتبقى تمام. هل القرفه المطحونه ممكن يضاف عليها اي شيء، او حتى لو كانت خشب؟ والله ما انا بقول لحضرتك المطحونه ممكن يدخلها مع العسل. لا هي عسل، قرفه وعسل. لا انا اقصد عشبه اخرى، يعني حاجه ثانيه. عند حضرتك الكركم وعند حضرتك الجنزبيل، هم دول اصدقاء ممكن يضافوا عليه. نعم. طيب القرفه من اكتر يعني الاعشاب اللي اتقال عنها
إنها يعني مرة يتقال إن هي حلوة جدًا للحوامل يعني تخلّي الطلق يعني ييجي على طول ويحصل الميلاد، وبعدين مرة تانية يتقال لأ دي ممكن تعمل إجهاض، ما النساء الحوامل مش يشربوها، وبعدين نسمع حاجة تانية إنها حلوة جدًا لفترة الحيض والنفاس وتقلل من المغص ونزول الدم والحاجات دي كلها. شائعات كتير، قولي لنا إيه الصح منها وإيه الغلط والمفروض يعني ننتبه لإيه فيها؟ هو والله ما فيش دراسات أثبتت إنها بتعمل إجهاض، إلا لو شربنا دي الصيني أو اللي هو اللحاء دوّة اللي هو اسمها دارسين بكميات كبيرة جدًا، جدًا، فممكن، بس الدراسات ما أثبتتش حاجة زي كده أبدًا لحد دلوقتي. القرفة بتشرب لو شربت كاسة واحدة كل يوم من القرفة السيلاني ما فيش مشكلة جدًا، جدًا تعمل إجهاض أو أي مشكلة حتى في الشهر التاني، التالت، الرابع. الأخير التاسع ما فيش مشكلة في أمر الإجهاض تمامًا خالص، ده الدراسات أثبتت كده، حتى دكاترة النساء أطباء النساء قالوا نفس الكلام، ما فيش حاجة اتثبتت إنها بس قال لك لو مش مثلًا كيلو مثلًا قرفة قعدت تشرب طول الشهر قرفة، 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 دي أعوذ بالله تجيب إجهاض وتجيب سيولة وتجيب مشاكل كتير جدًا، جدًا. أكيد، أكيد، وأي شيء بيزيد عن حدّه نعم، أكيد بينقلب لضده نعم. وأكيد بيحصل سلبيات كتيرة بعده. طيب هل في بعض الأشخاص تقولي لهم أنتم ممنوعين من شرب القرفة سواء كانت خشب أو مطحونة أو بأي حال من الأحوال، حتى الحلويات اللي عليها القرفة أنتم ممنوعين منها؟ يعني مش كله، بس اللي عنده سيولة عالية في الدم بنحاول يبقى عنده حذر شوية، بس لو برضه شرب السيلانية ديّة على طريقة خفيفة جدًا، جدًا مش هيعمل معاه مشكلة، بس يبقى عنده حذر طبعًا ومتابعة الطبيب يكون أفضل. أي حد عنده سيولة. سيولة عالية نعم. دي اللي بتقلقِك ولازم إن أنتِ تنبّهي أفضّل يعني حد. إنه يتابع مع طبيب، ما ياخدش القرفة إلا لمّا يسأل الطبيب بتاعه، المتخصص بتاعه. تمام. طيب إحنا بنسمع كتير إن القرفة ليها علاقة قوية ووطيدة جدًا بالتخسيس وبالرجيم، أي حد ماشي على حمية غذائية يقول له طب أنت عايز بقى أمورك تبقى تمام، اشرب قرفة على طول على الريق، كل يوم على الريق مرّة وقبل ما تنام مرّة، يعني خلاص ما فيش أرداف، ما فيش بطن، ما فيش الحاجات دي خالص. الكلام ده صحيح والّا لأ؟ في أشخاص فعلًا بيخسّوا بالقرفة، وفي ناس لأ، في ناس عندهم بيعملوا القرفة وبعد كده يلخبطوا في الأكل وياكلوا حاجات تزوّد السمنة. لكن القرفة ما شاء الله فيها مميزات كتيرة جدًا، لإن فيها نسبة ألياف عالية جدًا، فبتخلّي الإنسان يشعر بالشبع، وبتحسّن عملية الهضم، فبتأخّر عملية الهضم. فالقرفة حلوة جدًا بتحسّس لإن فيها زي ما قُلنا نسبة الألياف عالية، بتشعر بالشبع. عندِك كمان بتحرق الدهون الثلاثية الضارة، بتحرقها تمامًا، بتقضي عليها، بتقضي على الكوليسترول اللي هو الDLL ده بتقضي عليه تمامًا. عندها كمان بتحسّن عملية الهضم زي ما قُلنا، بتحسّن عملية الإخراج، بتزوّد درجة الحرارة في الجسم، بتخلّي الهضم يبقى سريع ويبقى في نشاط وفي حركة لإن الحركة والنشاط بتساعد على التخسيس برضه. أيوه. بتحسّن بقى الجسم كلّه، الدورة الدموية، ده كلّه يعني ما شاء الله مضادة للالتهابات، مضادة زي ما قُلنا للبكتيريا، فده كلّه بيساعد على التخسيس وإنقاص الوزن. أمّا لو أنا خدت الحاجات دي كلّها بما إن القرفة أشربها كاسة كل يوم وأتحرّك بعديها وأعمل، فأنا هاخس، لكن لو شربت القرفة وقعدت مكاني وأكلت فأنا مش هاخس. فكل شخص حسب نمط حياته، بس هي كقرفة ممتازة للتخلُّص من الدهون الثلاثية والدهون الضارة والكوليسترول الضار، وبتساعد كمان على الحرق العالي بس مع الحركة. ممتاز جدًا. طيب هل في بعض الأمراض غير حضرتِك قُلتِ سيولة في الدم، ولكن مثلًا مرضى الضغط العالي، مرضى السُكّر، مرضى القلب ومشاكل القلب والشرايين، هل ال3 دول بالأخص وبالإضافة كمان لمرضى الكلى عافانا الله وإياكم، يعني ربنا يشفي كل مرضانا ومرضى المسلمين يا رب آمين يا رب العالمين، العالمين. هل هذه الحالات بالأخص ممنوعة من شرب القرفة أيًا كان نوعها وطريقتها، والّا اللي بيُقال ده من ضمن الشائعات وممكن يشربوها عادي؟ بالعكس مرضى القلب ممتازة جدًا ليهم، بتحسّن معقول؟ القلب، يعني بتحسّن الأوعية الدموية بتاعة القلب وبتحسّن وظائف القلب، يعني بتساعد على عدم تخثُّر الدم، بتساعد على يعني هي ما بترفعش الضغط؟ لأ الضغط قُلنا أي حاجة بتتشرب يا أستاذة ندى بكميات عالية ترفع الضغط. أنا لو خدت السيلاني كوباية في اليوم ما ترفعش الضغط، كوباية بمقدار معلقة صغيرة مساح، يعني من 1 ل2 3 جرام فقط في اليوم أشربه، يعني معلقة صغيرة جدًا مساح مش هرمية، أشربها دي ما تعملش أي مشكلة، أو يعتبر ربع اللحاء دوّة كده باخده باغسله واحطه في المَيّة، ما تعملش أي مشكلة. وأي مرض مزمن زي ما حضرتِك قُلتِ الكبد أو غيره بانصح باستشارة الطبيب بتاعها، أنا هاعمل كذا أو أشرب كذا أو ينفع معايا كذا أو لأ، لإن كل حالة مش زي الحالات مش زي بعضها
في الامراض يعني، او كل جسم مش زي الجسم مش التاني. زي التاني بالظبط. حضرتك قلتي في الأول إن هو لم يثبت علميا إن القرفة ليها علاقة بالإجهاض، لا. ولكن طيب أنا عايزة أسألك على نقطة تانية. ليه دايما الشائع يعني لما يلاقوا يعني الست خلاص اتأخرت في الميلاد، أو إن هي فعلًا في المخاض، ولكن باللغة العامة يعني إن يعني ما زال الطلق يعني محتاج لسه حاجة تحفّزه أكتر علشان إن هي تولد، فأول حاجة يتقال لها نعمل يعني كده حلبة، المفروض حلبة في شُرب الزمن ده. القرفة قد كده، ويفضلوا يشرّبوا فيها قرفة، قرفة، ظنًا منهم ما بين قوسين إن القرفة هي اللي بتحمّي الطلق، هي يخلّيه الحلبة عامة عالي، اللي بيعملوا فيها كده. فبالتالي هتولد على طول. لا، ده مفهوم خطأ. الحلبة هي مسكنة، القرفة فيها تسكين عالي جدا جدا، عشان كده بنستخدمها أيام الحيض. يعني الأبحاث أثبتت إن 3 أيام الحيض القرفة السيلاني بعيد تاني الأصلية. الأصلية. أول أيام الحيض 3 أيام تشرب قرفة، تقلل من الألم، تقلل من التقلصات، تسكن الألم، تعزز نزول الحيض، بتخليه منتظم، بتعالج تكيس المبايض. تمام. دي بالنسبة للقرفة السيلاني اللي هي وقت الحيض. أما وقت النفاس هو ممكن بيدوها بعد الوضع عشان تنظف الرحم من الدماء الموجودة فيها. ممكن، لكن اللي هو وقت يعني بيدوها حاجات سخنة زي ما بتقولي، ممكن بيستخدموها كمشروب سخن، لكن الكمية الكبيرة قبل وقت الميلاد ده مش صح يعني. مش صح، وممكن تعمل يعني تحاول مشاكل تعمل سيولة في الدم وهي داخلة على حمل، ممكن قيصري، على ممكن ولادة. طبيعي على ولادة، فيبقى مشكلة كبيرة جدا. طيب أخيرا بعض النصائح العامة هي اللي تخص القرفة لأي حد من الناس اللي بتحبها. في ناس بتحبها جدا كمشروب ثابت في أيامها على طول، صباحا ومساء، على طول، ما تعملش كيكة إلا بالقرفة، ما تعملش أي حلويات ولا قراقيش إلا ما تحط فيها القرفة. فكلمينا نصايح عامة، وهل نمط الحياة اللي بيمشي بالشكل ده آمن مفيش منه مشكلة، ولا تقولي خففوا شوية؟ هي القرفة كمان حاجة بنقولها مهمة جدا ومضرة لحليب الأم. الأم اللي بترضع، يعني الأم اللي بترضع عندها حليب قليل، لو خدت قرفة بيضر عندها الحليب. دراسات أثبتت في 2015 إن القرفة من الحاجات المضرة لحليب الأم بكميات كبيرة جدا جدا. ننصح بيها كل يوم كاسة كده بالحليب، قرفة بالحليب، ممكن تبقى حلوة باللبن. احنا بنقول على اللبن، هم بيقولوا عليه حليب. أيوة. تمام. احنا بنقول عليها زي القرآن، احنا زي القرآن. فهو القرفة حلوة جدا للأمهات اللي بيرضعوا وعندهم الحليب قليل، يشربوا قرفة ما شاء الله، بتضر عندهم الحليب جدا جدا. اما انا بستخدمها كذا، حضرتك قلتي كده قليل قليل قليل، دي ملهاش اي مشكله. وكمان لو لحبذا لو تجيب السيلاني تستخدمها، زي ما قلنا هي الفرق فيهم الماده الموجوده فيهم، اللي هي الماده الموجوده الضاره اللي موجوده فيه اللي هي الكرامين ديت، ماده لو زادت للاسف بتعمل مشاكل في الكبد جامده جدا وبتعمل سموم. فاحنا عشان نمشي بمعدل صح نجيب السيلانيه نستخدمها، ونحاول نستخدمها في الحلويات او في كده، دي حلوه جدا. بالعكس هتعدل معاهم السكر الموجود في الحلويات، لان القرفه بتعدل السكر الموجود في الدم، وبتعدل مقاومه الانسولين. فالقرفه هتظبط معاهم، بس يكون القرفه الحقيقيه اللي هي السيلاني. نعم. تمام. بشكر حضرتك في النهاية دكتورة سماح الحصري، المتخصصة في التغذية العلاجية والطب النبوي، على وجودك معانا. شرفتينا وأفدتينا كتير. وزي ما حضراتكم شفتوا، أي شيء بيزيد عن حده أكيد بينقلب إلى ضده. في شائعات كتير فعلا هي مغلوطة عن القرفة، ولكن ليس لها علاقة بالإجهاض، وليس لها علاقة بأن هي بتزود الطلق عند النساء علشان يولدوا. ويعني كتير من المفاهيم اللي احنا صححناها خلال حلقتنا اليوم تقدروا ترجعوا للحلقة، موجودة على صفحة شبكة سلام الإعلامية على الفيسبوك وعلى قناتهم على اليوتيوب، وتقدروا تستفيدوا من كل اللي قالته ضيفتنا الفاضلة اليوم. انتهت حلقتنا، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.